واللي عايزك تفهمه ان انا كنت عامل شكوى في بنك وكان مديني ورقه امضي عليها. انت عارف عشان امضي على الورقه دي انا عملت ايه؟ ايه يا ابني مالك في ايه؟ عندي امتحان كمان اسبوع وكل لما اجي اذاكر اعطل. ليه بس؟ عشان افهم معنى جمله بقوم واخدها ورايح لجوجل ترانزليت فيقوم مترجمها لي بالمعنى الحرفي، وعشان افهمها بقوم رايح لشات جي بي تي اشرح له سياق الجمله اللي انا اصلا مش فاهمه عشان يعرف يشرح لي الجمله دي صح. طب اهدى طيب، واللي يخليك تحل الموضوع ده كله بدوسة زرار واحدة بس. بجد ازاي؟ لو انت طالب او سواء كنت بتتعامل مع البي دي اف عامه، كنت مدرس بتعمل ابحاث بتعمل مراجعات، فانت بيقابلك كل المشاكل دي، يا اما اطنان واطنان من الورق وده طبعا اللي احنا مش عايزينه، يا اما العشرات والعشرات من البي دي اف. وعشان تعمل حاجه بسيطه شبه الترجمه او التعديل على البي دي اف فده بياخد وقت ومجهود كتير جدا. وفي الحاله دي هيبقى قدامك حل من الاثنين، يا اما انك تفضل مع محررات البي دي اف العاديه سواء كان المتصفح او ادوبي اكروبات، او تروح للحل السحر اللي انا جايبه لك النهارده، واللي فيه مفاجأة أنا سايبها لك لآخر الفيديو، فاتأكد إنك تتفرج على الفيديو للآخر عشان مفيش أي حاجة منهم تفوتك. بما اننا في فتره امتحانات اليومين دول فانا جايب بي دي اف محاضره هنشرح عليه وهنشوف مميزات البرنامج اللي هنا بتشتغل ازاي. ولكن ده مش معناه ان هي مقتصره على الطلبه بس، لا ده لاي حد بيتعامل مع البي دي اف على حد سواء، ده احنا كمان هنترجم روايه كامله. فخلينا نبدا باول ميزه وهي الترجمه. وليكن مثلا انا مش عارف معنى الجمله اللي قدامي دي، فكل اللي هعمله ان هقوم معلم عليها واقوم دايس ترانسليت، وطبعا هو هيترجم للغه اللي انت مختارها. فبيقول لك هنا ما هو فشل القلب. تمام، انا هنا عرفت معنى السؤال ده، فانا عايز في المره الجايه لما اجي اعدي على البي دي اف ده بعد كده ابقى عارف ايه معنى الجمله اللي قدامي دي. فكل اللي عليها اقوم رايح لسكشن الكومنت، اقوم حاطط ستيكي نوت احطها على الجمله واقوم لازق فيها الترجمه اللي انا خدتها هنا. وكل مره اعدي عليها بعد كده السؤال ده بيقول لك ما هو فشل القلب. بس كده؟ لا طبعا، وليكن دي اول مره افتح فيها محاضره واول مره اذاكر، وده بيحصل كتير على فكره، فانا مش عارف الصفحه اللي قدامي دي كلها بتتكلم عن ايه ولا السكشن ده بيتكلم عن ايه. فشبه ما عملنا المره اللي فاتت هنقوم رايحين ترانسليت يا باشا، انا مش فاهم اللغه بتاعتك دي، ترجم لي. نستنى، الترجمه ظهرت قدامنا دلوقتي. طب انا شايف ان الكلام ده مجعلص، مش عارف اذاكره، بس كده اشرح لي الكلام ده. قوم قايل له اتفضل اشرح، فهيشرحها لك بطريقه مفصله وتبع السياق، مش شبه الترجمه الحرفيه بتاعت جوجل. لا، الميزه هنا ان الترجمه اللي هو بيترجمها لك بتبقى تبع سياق المحاضره، والشرح اللي هو بيشرحه فبيبقى شرح مفصل اكتر عن الترجمه كمان. فشباب ما انت شايف دلوقتي لو خدت بالك من الفرق ما بين الترجمه والشرح. طب انا مش عايز شرح، انا ما قداميش وقت، انا الامتحان بتاعي بكره، انا عايز تلخيص بس كده. سامرايز قدامك اهي، هيلخص لك الموضوع كله في شويه نقط. شبه ما احنا شايفين لخص لي الحوار كله، النقاط الرئيسيه، واتكلم عن فشل القلب والحاله اللي بتاثر عليه وشائعه علميه. والحاجه بقى اللي انا سايبها لحد دلوقتي هو مساعد الاي اي اللي موجود في البرنامج ده، لانه جبار. وعشان ندخل عليه هندخل على الايقونه دي وابدا اتشات بيني وبين مساعد الاي اي. وليكن مثلا انا مش فاهم الصوره دي بتتكلم عن ايه، فكل اللي عليا، دي ميزه اصلا لوحدها ان اقدر ابعت له صور، فكل اللي عليا ان اختار الصوره واستنى شويه على ما يتعمل لها ابلود ليه، واقوم كاتب السؤال ليه باللغه العربيه، هيرد عليا بالعربي. وليكن مثلا هقول له هو ده ايه، فيبدا يقول لك ان الصوره دي بتتكلم عن قلب الانسان، ويشرح لك فيها ان هو بيتكلم هنا عن الشريان الرئوي والاذين الايمن والاذين الايسر، كل ده بالاي اي يا معلم. طب مثلا الصوره اللي قدامنا دي ايه الفرق ما بين الصورتين دول؟ بس كده حدد له على الجزئيه اللي انت عايز تفهمها وقول له اي سؤال يجي في بالك. انا مش فاهم الفرق ما بينهم، اشرح لي الفرق ما بينهم ايه. فيقوم قايل لك الصوره دي بتوضح فرق ما بين قلب عادي وقلب متضخم، ويقعد يشرح لك الوظائف بقى والحاجات اللي ما بينهم. طب المساعد الاي اي اللي موجود هنا بس شغال مع البي دي اف؟ لا، البرنامج هنا داعم لشات جي بي تي 4، فانت تقدر تساله عن اي حاجه بره موضوع البي دي اف اصلا. وليكن مثلا هساله سؤال غريب، انت تعرف دكتور سترينج؟ والله المفروض كان اساله على الدكتور مجدي يعقوب بما اننا بنتكلم عن القلب وكده، بس يلا. فيقول لك دكتور سترينج ده شخصيه خياليه، لا خياليه يقول لك دكتور سترينج ده شخصيه خياليه من عالم مارفل، فهو شغال في كل الاوقات وتحت اي بند انت محتاجه فيه. طب هل ده معناه بقى ان انا هفضل كل شويه اخد جمله من الكلام اترجمه، اخد شابتر من الكلام وابدا اعمل عليه سمرايز اترجمه الخصه الشغل ده؟ لا، شباب احنا شايفين دلوقتي احنا معانا اول جزء من روايه هاري بوتر،
واللي هنعمله دلوقتي اننا هنترجم الروايه كلها. هنترجم الروايه كلها اللي باللغه الانجليزيه. لو واخد بالك الروايه كلها بالانجليزي، فكل اللي علينا عشان نترجم الروايه كامله اننا ندوس على ترانسليت ونختار عدد الصفح اللي احنا هنترجمها. هو طبعا هو جايب لك من تاني صفحه لما لحد الصفحه 250، وده عدد صفحات الروايه كامله. فانا طبعا مش هعملها دلوقتي عشان وقت الفيديو، ممكن نترجم اول 5 صفحات بس ونختارهم وندوس جو. وفي ثواني معدودة هتبدأ الرواية تترجم ترجمة صحيحة 100% وترجمة فعلية اللي هو تبع للسياق، مش ترجمة حرفية شبه مثلا ترجمة جوجل. فلك أن تتخيل بقى الموضوع ده هيفيدك قد إيه لو أنت مثلا طالب وبتراجع بحث علمي بلغة تانية، أو لو أنت حابب تقرأ كتاب بلغة تانية أصلا، فده مش هيكون عائق بالنسبة لك، لأن أنت دلوقتي تقدر تترجم كتاب كامل. فأنا محتاجك دلوقتي توسع مداركك. أنت متخيل إن أنت تقدر تقرأ كتاب تاني بلغة تانية أنت مش عارفها أصلا؟ الذكاء الصناعي تقريبا بيدعم كل لغات العالم، فانت تقدر تترجم اي كتاب للغه العربيه، او العكس تقدر تترجم من العربي الانجليزي وتبدا صناعه محتوى على كده. او لو انت متخيل اصلا لو كنت انت صانع محتوى عن تلخيص الكتب مثلا، فتقدر تعمل للكتاب اللي انت قراته سمرايز بدل ما تبدا في قراءته تاني من اول وجديد. فالموضوع فعلا مستاهل. لو انت واحد مداركه واسعه وعرفت تستغل الموضوع صح، ممكن تقدر اصلا تبدا صناعه محتوى بالبرنامج ده. حلو قوي ثواني معدوده دي عشان تترجم كتاب هتقعد معدوده. بهزر معاك يا عم، انا اسف. ايه عادي بهزر، بس كفايه على الترجمه دي لحد كده. فممكن دلوقتي اخد اول صفحه من الصفح اللي اترجمت دي، واقوم مثلا داخل على خانه الايديت واقول له تكست، اشيل كل التكست ده واضيف مكانه التكست المترجم اللي احنا عاملينه، واخلي المحاذاه بتاعتها من اليمين للشمال عشان احنا طبعا بنتكلم بالعربي. ممكن اخد التكست ده خليه هو من الشمال لليمين لوحده وبس كده. بقى عندنا اول صفحه من روايه هنري بوتر مترجمه. انت متخيل بقى انت تقدر تعمل ايه بكده؟ خضيتك صح؟ شكلك اتخضيت. عليه اختراق بنت انت اتخضيه. المهم يعني حبيت اقول لك ان البرنامج بيعرف الفونت اللي انت بتكتب بيه بالاي اي، بحيث انك لما تغير التكست فما ترجعش تدور على الفونت تاني وترجع لنفس الفونت. بيعرف الفونت وبيعرف السايز بتاع الفونت انت اللي بتكتب بيه. ما تقلقش لسه ارجع لك مره كمان تاني وما تتخضش بقى. الحاجه التانية بقى ودي اللي انا حاببها قوي وممكن هتفيدك في معلومات كتير، وهي المايند ماب. دي بتعمل ايه بقى؟ بتعرف موضوع البي دي اف كامل عن ايه وتبدا تعمل لك خريطه ذهنيه ليه، بحيث ان المعلومه تربط في دماغك اكتر. مثلا لو احنا شايفين المحاضره اللي كانت بتتكلم عن القلب اللي اشتغلنا فيها قبل كده، ممكن نعمل لها مايند ماب ونختار مثلا من الصفحه 3 لما لحد الصفحه 6 مثلا، يختار 3 صفح، ونختار اللغه من انجليزي لعربي، بحيث برضه نفضل مكملين في موضوع الترجمه ده، وندوس جو. وشوف بقى اللي هيحصل دلوقتي، هيبدا يربط لك موضوع المحاضره بالنقاط الاساسيه فيها، ويبدا يدخل في موضوع المحاضره الجانبي. وده هيفيدك جدا لو انت عندك امتحان تاني يوم، هتقدر تذاكر من الكلام ده، لان انت خلاص كده ربطت المحاضره في دماغك بالمواضيع الاساسيه. يعني شبه ما انت شايف بيقول لك فشل القلب، قسم لك الموضوع لعده نقط. ما هو فشل القلب؟ ماذا يحدث عند حصول فشل القلب؟ ايه بتبدا تحس بايه لما يبدا عندك فشل قلب، واسباب فشل القلب. شوف كل ده بقى كي ماب كامله لمحاضره، وده احنا عملناه في 7 صفح، ما بالك بقى خدنا المحاضره كامله اللي هي 32 صفحه. انا عايزك تاخد ثانيه كده تتامل في الكي ماب اللي هو مطلعها. انت تقدر كمان تسيف الكي ماب دي بحيث انك تضيفها على البي دي اف لما ترجع له تاني بعد كده. فبصراحه يعني بعيدا عن موضوع الفيديو، انا شايف ان الكلام ده ليه افاده جامده، اي حد ممكن يقدر يستفيد من الكلام ده. وبتمنى ان انا كنت اعرف البرنامج ده ايام فتره امتحاناتي، كان هيوفر عليا وقت كتير جدا. حاجه تانية بقى ودي اللي انا كنت اتمنى ان انا اعرفها قبل الفيديو ده باسبوع، وهي الامضه. لو واخد بالك دلوقتي فاحنا على خانه الكومنت ونروح عند السيجنتشر. انا هنا مسيف الامضه بتاعتي، وانت تقدر تعمل اي امضه انت عايزها، يعني مثلا الامضه دي. واللي عايزك تفهمه ان انا كنت عامل شكوى في بنك وكان مديني ورقه امضي عليها. انت عارف عشان امضي على الورقه دي انا عملت ايه؟ رحت خدت البي دي اف اللي هو بعته لي ده، ورحت عند مكتبه اصور الورق، وبعدين بعد ما صورت الورق امضي عليه، وبعد ما امضي عليه اصوره وارفعه تاني على ملف البنك. لو كنت اعرف البرنامج ده كان الموضوع خلص في دقيقة. كنت حطيت الامضة بتاعتي، وفي اي مكان على الورق اقدر احط الامضة، اكبرها اصغرها اضيف فيها كل اللي انا عايزه. بس الموضوع بسيط اهو، احنا كنا مصعبينها على نفسنا ليه؟ وادي امضتي على الصفحه الثانيه دي برضو، وغير البصمه في المسطره دي، واللي انا مش عارف ممكن تفيد حد بهندسه بس انا مش عارف هي لازمتها ايه، بس بتحسب لك الحاجه بالسنتي. يعني شايف لو احنا مثلا خدنا النقطه من هنا ورحنا وصلنا بيها للنقطه دي، هو طبعا جايب لك ان هي 14 سم 78، تقدر كمان ترفع بيها تعدل الارتفاع وتشوف الحاجه. انا مش عارف ممكن حد يستفيد منها بايه، بس كويس ان هي موجوده هنا جايبه لك الحاجه بالسنتي.
اللي جنب الامضه بقى هو الختم، واللي انت تقدر تختم فيه في اي حاجه. تقدر تستخدم اختام موجوده في البرنامج نفسه، او تقدر تضيف انت ختم بنفسك شبه ما انا كنت عامل هنا. يعني مثلا انا كنت بقرا روايه، فحابب ان ايه اقول ان انا خلصت الروايه دي، فبقوم اغير هنا واقوم اخليها تمت، واجي عند اخر صفحه في الروايه، ها انا قراتها، ادي الختم بتاعي يا باشا، انا كده ختمت الروايه ان انا خلصتها. ممكن نقوم معدلين شويه في الاوباسيتي بتاعته، نخفيها شويه بحيث ان هي ايه ما تبقاش مؤثر على الكلام، وابقى انا كده عرفت ان انا خلصت روايه. إيه مش قلت لك ارجع لك مره كمان؟ في ميزه واللي انا مستعجب ان هي مش موجوده، مع ان هي موجوده في انظمه الاي او اس اللي هي بتاعه الايفون. الميزه دي هي السكانر ده بيخليك تاخد صوره من الجهاز بتاعك وتحولها لبي دي اف على طول، وتقدر تاخد الصوره دي كدوكيومنت او كاي دي. الاي دي ده اللي هو شبه البطاقه الشخصيه. ميزه الاي دي ده ان انت تقدر تصور الكارت وش وظهر في نفس البي دي اف. فاهم قصدي؟ الحاجه المهمه التانية هنا هي البيج تول، ان انت تقدر تضيف باك جراوند للبي دي اف، او تقدر تضيف ووتر مارك. يعني مثلا هنا احنا ممكن نقدر نضيف الووتر مارك دي بحيث ان انا عامل بي دي اف، فمش عايز حد ياخده، مش عايز حد ياخد كوبي منه، عايز اعرف ان البي دي اف ده بتاعي، فممكن احط اسمي هنا واقوم مكبر الووتر مارك ومتحكم في درجه ميلانها مثلا الاوباسيتي شويه بحيث ان هي ما تاثرش على الورق وحد بيقرا. فنيجي نبص هنا ويندوز سيف، وعلى كل الورق اللي موجود في البي دي اف هتلاقي الووتر مارك بتاعتك ظهرت هنا. الحاجه الجامده جميزه بقى واللي انا اتحداك انك تلاقي اي بي دي اف ريدر تاني بيعملها، وهي الاورجنايز بيج، ودي تقدر تخليك تتحكم في ترتيب الصفح. يعني مثلا لو احنا شايفين ممكن الصفحه الاولى دي عشان هي صفحه مميزه اجيبها مكان صفحه رقم 5، وصفحه 5 دي اقدر اخليها هنا. ولو انت واخد بالك هتلاقي في البار اللي فوق هنا insert وريبليس واكستراكت. فممكن انت مثلا لو انت ترجمت صفحه تقدر تضيف انت صفحه هنا فوق، ويبقى الصفحه اللي بالانجليزي موجوده تحتها. والحاجات دي الصراحه انا ما شفتش اي بي دي اف ريدر تاني بيعملها. يعني ممكن لو جينا هنا نرجع للبي دي اف تاني، فهنلاقي اول صفحه ان هي هنا مكانها اتغيرت، ولو رحنا لصفحه 5 هنلاقيها متبدله موجوده هنا. والبرنامج فيه امكانيات كتير طبعا مش هنعرف نغطيها في فيديو واحد، والفيديو بتاعنا ده طول قوي بما اننا بنتكلم اصلا عن حاجه انت ما كنتش متوقع ان يبقى لها كل الحلول دي، وهي البي دي اف. وانت لازم تبقى عارف ان البرنامج هنا بيقدر يعمل حاجات كتير، شبه مثلا انك تقدر تحول صوره البي دي اف، او من وورد البي دي اف، او اكسل لبي دي اف، او باوربوينت لبي دي اف. وتقدر تعمل العكس كمان، تقدر تحول البي دي اف لصوره، او البي دي اف الوورد، او البي دي اف الاكسل، وهكذا بقى. المزايا دي طبعا كلها مش هنعرف نغطيها في فيديو واحد، فلو عايزين نعمل جزء تاني عن البرنامج ده يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنت. وفي الختام بقى دي المفاجأة اللي أنا قلت لك عليها، الشركة عاملة خصومات جامدة جدا للي هيخمن اسم البرنامج في الكومنتات، فهديك 5 ثواني كده تكون كتبت اسمه وعرفت إيه هو، على ما أنا برضه أقوله لك. طيب يا شباب، البرنامج اللي فيه كل المميزات الجامدة دي هو برنامج يو بي دي اف. ودلوقتي دي فرصتك عشان تقدر تستفيد من الخصومات اللي مقدمها يو بي دي اف بمناسبة بداية السنة الجديدة. خصومات بتوصل لحد 50%. وشبه ما عرفنا هو شغال على الاندرويد والماك والويندوز، وكله بحساب واحد. بالحساب الواحد ده انت تقدر تدخل على جميع الاجهزه، فمش محتاج اي اشتراكات تانية. وبما انك وصلت للاخر فاكيد ما تنساش من الشير، لايك، كومنت، سبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.